لو قلت لك ما تفكرش في الفيل، ايه اول حاجه جت على بالك؟ طب لو قلت لك ما تخافش بس اوعى تبص وراك، هتعمل ايه؟ اديك انت جاوبت. نفس الموضوع بقى هنا لما رئيس الوزراء قال ما تتخضوش لو سعر الدولار ارتفع شويه، تاني يوم الاوفر برايس بتاع العربيات ابتدى يظهر ويزيد تاني. طبعا اضطر رئيس الوزراء تاني يوم انه يطلع ويشرح هو كان قصده ايه بالكلام اللي قاله قبل كده، لكن طبعا اللي حصل حصل. ودي مش اول مره دكتور مدبولي يطلع يقول تصريح ويضطر انه يطلع يشرحه تاني يوم. فاكرين اقتصاد الحرب؟ المهم بقى، هو ليه ممكن الدولار يرجع يرتفع تاني في الوضع الحالي؟ بشهادة العاملين في البنوك، أي حد بيطلب دولار عشان استيراد أو علشان مسافر بره بيتم التوفير، يعني العملة متواجدة والحمد لله. ده جزء العرض. أما الطلب فهو ما زادش من بعد ما فتحنا باب الاستيراد للسلع الغير أساسية، وكانت طبعا النتيجة زي ما احنا عارفين إن الدولار ارتفع شوية ل 49 ونص. يرتفع وينخفض عن كده حاجه بسيطه. وفي نفس الوقت بنسمع عن استثمارات قطريه واستثمارات سعوديه، يعني دولار فريش داخل مصر جديد. يبقى ليه الكلام ده كله بقى على الدولار؟ من الاخر وبصراحه الوضع ضبابي وغير مفهوم وقلق سنتين.